منبر مفتوح. منبر مفتوح، مساحة للرأي والحوار. قدر تكلم، عبر، ناقش، نفتحوا جميع الأبواب أمام كل الأصوات. منبر مفتوح، الكلمة الحرة كتصنع الفرق. تابعوا مع حنين بوخاري منبر مفتوح كل يوم سبت ابتداء من الساعة 5 مساء على شبكة راديو بلوس. مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا في حلقة جديدة من برنامجكم منبر مفتوح. في زمان أصبحت فيه صحة العيون جزءا لا يتجزأ من جودة الحياة، تبرز مهنة البصريات كحلقة أساسية بين التشخيص والعلاج، لكنها في المغرب تقف اليوم عند مفترق الطرق بين تطور تكنولوجي متسارع وطلب متزايد على خدمات تصحيح البصر. يطرح واقع المهنة أكثر من علامة استفهام. هل نحن أمام قطاع صحي منظم أم سوق مفتوحة على فوضى التكوين والممارسة؟ شهادات تمنح خارج المعايير، ومهنيون يشتكون من منافسة غير متكافئة، ومواطن قد يجد نفسه ضحية خدمات تفتقد لأبسط شروط الجودة. صورة تفرض النقاش وتستدعي التوضيح. فأين يكمن الخلل؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ وما السبيل في إعادة الثقة في مهنة ترتبط مباشرة بصحة المغاربة؟ كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى نطرحها في هذه الحلقة من برنامجكم منبر مفتوح، حيث وضعنا سادة المستمعين عنوانا عريضا لهذه الحلقة: البصريات في المغرب مهنة صحية أم فوضى تهدد عيون المغاربة؟ أكيد لتسليط الضوء في هذه الحلقة يحضر معي واحد من المتخصصين والمهنيين المتخصصين في هذا المجال، ركم تجربة 20 سنة في هذا المجال. نتعرف على ضيفنا الكريم ونطرح عليه أسئلة بخصوص موضوعنا لهذه الحلقة، لكن بعد الفاصل. منبر مفتوح. أكيد سيدنا المستمعين، في هذا الحلقة النقاش سينصب سادة المستمعين حول موضوع البصريات في المغرب مهنة صحية أم فوضى تهدد عيون المغاربة. يطيب لسادة المستمعين أن نستضيف في البلاطو محمد عالية مبصري بمنطقة المحاميد، حاصل على الإجازة المهنية في شعبة البصريات والعلل العينية، مسلمة من طرف كلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش. سيدي محمد، أهلا ومرحبا بك. شكرا جزيلا سي حنين، الله يجازيك. نهار كبير هذا سيدي محمد، وحنا كنصادفوك في حلقة من حلقات برنامج منبر مفتوح. نتمنى اليوم تعم الفائدة لعدد من المواطنين اللي كينتظروا هذا الموضوع. واش هناك واحد المجموعة من المهنيين تيتشكاو من بعض المتطفلين على هذا المجال والواقع ديال هذه المهنة بصفة عامة سنحاول أن نناقشه طيلة هذه الساعة الآتية. سيدي محمد إن شاء الله سي عبد الحنين، شكرا جزيلا على الاستضافة، وإن شاء الله نطلب نكون عند حسن الظن المستمعين الكرام. أكيد سي محمد، طبعا قبل ما غادي نغوصوا أكثر حول هذا الموضوع لابد يعرفوك الناس كيفاش يعني ولجتي لهذا المجال. واش مجال اللي هو هين أم هناك مجموعة من الصعوبات في البدايات الأولى ديالك؟ هي مهنة مبصرية مهنة منظمة من المهن القديمة الشبه الطبية، منظمة بظهير شريف 1954. هذه المهنة تتطلب واحد الدراسة معمقة تمتد إلى 3 سنوات في معاهد عليا أو في كلية العلوم السمنالية في المغرب بمراكش خصوصا. نعم. مزاولة هذه المهنة تتطلب واحد الرخصة من الأمانة العامة للحكومة
بعد دراسة الملف من طرف وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. نعم، إذا ماشي أي واحد يجي يفتح يقول لك أنا راه مبصري. لا ماشي أي واحد، لا ضروري تكون عندك واحد الإجازة مهنية في هذه شعبة البصريات مسلمة من جامعة أو معهد عالي. نعم، بالإضافة طبعا الأطباء المتخصصين في هذا المجال عندهم يعني واحد الباع طويل يعني في هذا المجال، خصوصا أنه مجال اللي هو دقيق جدا، وكنعرفوا أن العين هي جزء كبير من صحة المغاربة، فما يمكنش نستهنوا بهذه المهنة هذه. هذه المهنة تتطلب واحد الثقة في العمل، لأن الإنسان كيعطيك أحسن ما عنده، أغلى ما عنده اللي هو العين. يعني خاصك تقوم بالوظيفة ديالك كما ينبغي، وخاصك تكون ذو كفاءة عالية باش تجيب حدة البصر كما ينبغي. نعم يعني طبعا سيدي محمد، الحديث اليوم بخصوص هذا الموضوع فهو حديث اللي يعني كينتظروا واحد العدد من المواطنين اللي يعني ما تلقاش شي منزل الا وكتلقى واحد كيقلب انه يصحح البصر ديالو، انه مره يزور الطبيب، يزور الطبيب اولا ثم يمشي عند المبصري، لان الطبيب والمبصري كيكملوا بعضياتهم. نعم، حاليا بدا تطور وسائل كالهاتف، كالاورديناتور، الحاسوب. هناك ظهرت العديد من امراض العيون. اصبح في المنزل تجد 3-4 اشخاص الى ما قلنا الكل يستعمل النظارات بسبب هذا الهواتف، قنوات الاشعه. نعم هذه الاشعه كتاثر بشكل كبير على القرنيه ديال العين، تاثر على العين بصفه عامه. تاثر على العين بصفه عامه. نعم. يعني ضروري ندير واحد الفحص او واحد المراقبه، إما عند الطبيب أو عند المبصري متخصص. نعم، في البداية كيفاش سيدي محمد يمكن نعرفوا السادة المستمعين مهنة البصريات؟ واش هي مهنة صحية أم تجارية في نظركم؟ هي مهنة البصريات هي مهنة، أول حاجة مهنة طبية شبه طبية، وتجارية بالنسبة للمبصري، لأن فيها بيع وشراء. بعد مراحل الانسان فاش يمشي عند المبصري الا وتيقوم بواحد العمل. كاين شراء النظارات، كاين الزجاج، كاين واحد الوظيفه تيقوم بها المبصري. نعم، واش كتشوفوا ان كيفاش كتقيموا اليوم مكانه مهنيه ديال البصريات داخل المنظومه الصحيه في المغرب؟ هي حاليا مهنة المبصري تعرف عشوائية في القطاع. ليست هناك مراقبة للمبصري في المحل ديالو، وكذلك هناك مراقبة للجودة. يعني كان عشوائية كذلك بين في القانون. يعني نجد ليست هناك قانون ما بين مثلا على سبيل المثال المبصري ومبصري المسافة ما بين المبصري. على سبيل المثال نجد الصيدلي إذا أردت أن تفتح صيدلية يجب أن تكون مسافة ما بين صيدلي وصيدلي. دابا حاليا تلقى مبصري مبصري حل هنا ومبصري حداه. ما كاينش قانون تيحمي المبصري. يمكن تحل حداه، يمكن تحل كاع شي ابارطمون فوق منه، ما فيش. يعني كاينه واحد الفوضى شيئا ما. كاينه فوضى. نعم. يعني كيفاش حاليا نقدروا نوصفوا الوضع الحالي لقطاع البصريات في المغرب؟ واش غادي في واحد التطور او لا؟ نعم، هناك اضافه زياده على الفوضى. هناك بعض المبصرين ينتحلون صفه المبصري بشكل قانوني. مثلا هناك مدارس يقومون ببيع شواهد المبصري. انت قرا في الكليه ودوز واحد 3 سنين ديال قرا ونجاح وفاليدي ولا ما فاليديش وتدع المجهود، وتيجي واحد ما مدخل وتيجي تجيب الدبلوم بحالو وانت هو عنده الحق يحل حداك. انت تكون واحد المنافسه غير مشروعه، وتكون انتحال الصفه بطريقه قانونيه. يعني تيشد الدبلوم من واحد المؤسسه، السميه ديالو، السيري ديالو، عادي بحالو. نعم. ومؤخرا
مؤخرا في السنه الفائته تم ضبط مدير مؤسسه في المغرب، ان تبعته النقابه الوطنيه للمبصرين في هذا الشان، ضبطوا انه يقوم ببيع الشواهد. يعني دابا تيشد مثلا واحد العدد من الناس، واش عنده البكالوريا ولا ما عندوش البكالوريا، ما عندوش واحد التكوين، ما فيها باس الانسان يجي يتكون، يجي يتاطر، يدوز بعدا واحد الفتره عند واحد المبصري، ولكن باش يحل محل ويبدا ياخذ القياس ديال الناس، هذا اللي ما تتقبلش. نعم، ليست هناك تدريب ولا يقوم بمجهود، تيجي مباشرة تيجي. نعم. يعني واش كتشوفوا بأن القطاع الآن يعيش فوضى، وكما ذكرتي لي بأنها كتجلى في يعني واحد العدد من الناس اللي كيحلوا المحلات ديالهم بلا موجب قانون اللي كينظم هذا المهنة. هناك بعض الناس اللي سمحهم الله كيعطيو شواهد اللي كان قاري ولا ما قاريش، اجي يفتح محل ديال المبصري وخدم عادي، والضحيه الاول والثاني هو المواطن اللي كيمشي يعني ربما الا دار ليه ديك العدسه او لا دار ليه واحد القرنيه دوك واحد القياس او لا قياس ماشي هو هذاك، الضرر ماشي هما هذوك، يقدر يخرج ليه على عينيه بطبيعه الحال، خصوصا الاطفال، خصوصا الشيوخ، خصوصا اللي ما عارفش النساء. نعم. اذا هذا قياس البصر تيحتاج لواحد التكوين، لواحد الثقه، لواحد قياس البصر التقنيه. قياس البصر خص تكون بحال الطبيب، لان قياس البصر ما ساهلش، خص تكون بحال الطبيب باش تقيس ليه وتجيب ليه العبر. وهذيك كاين بعض الزبناء كاين ناقص ليه القرب، كاين ناقص ليه البال، كاين اللي عنده شوف مشتات، كاين اللي عنده بجوج، عنده القرب، كاين اللي عنده الحيوان. خصو متخصص مبصري متخصص باش يحقق ليه العبر ديالو مضبوط، ماشي يجي وانتم يعني كتكونوا خدامين في اطار واحد التنسيق ما بين الاطباء المتخصصين في هذا المجال. نعم. احنا الطبيب يفحص المريض، وزاد يرافق الطبيب بأوردونونس. انتم كتقراو الاوردونونس وكتعطيو القياس اللي يبغى بناء على ذاك الاوردونونس. نعم. ويمكن لنا حنا نشرحوا للمريض باش ممكن في هذيك الاوردونونس يقدر الطبيب يمكن لنا الطبيب ليس لديه وقت لكي يشرح بالتفاصيل الوصفه الطبيه للزبون. نعم. هذا النظارات مكمل الطبيب، يمكن لك تجي عند لوبتيسيان ويشرح لك اشنو كاين في الاوردونونس، واش عندك القرب، واش عندك البال، واش عندك القرب والبال، واش عندك هي البروتيكسيون، هي الوقايه، واش يقدر كاع تمشي كاع عند الطبيب ويعطيك الاوردونونس وتجي عند لوبتيسيان وراه الطبيب مخرج لك الدواء. نعم. سي محمد، قلتي لي في الكواليس بانه كاينين بعض المؤسسات منتشره بشكل كبير في تكوين الشباب غير مؤهلين، تكوين غير مؤهل يعني في هذا المجال هذا. الى اي حد هذا الموضوع يعني كاين؟ نعم. احنا كمبصرين كيجيو عندنا متدربين لا يجيدون القياس، ما فاهمين التوزات كما كنقولوا بالدارجه. لا يجيدون القياس. شوف نهضروا بالدارجه سيدي محمد، صراحه العباره اليوم صراحه والله تيجي عندنا متدربين لا يدرون شيء في البصريه، ما عندوش حتى تكوين، ما عنده. وشكون اللي عاطي دابا؟ شكون هما هاد الشواهد؟ في السنه الاخيره راه بيسوتني باش يشد الدبلوم مطلقا لا يجيدوا قياس البصر، لا يجيدوا حتى قياس الزجاج لا يجيدوا. حنا نبنا نقطعوا حنا الزجاج، ما خصنا نديروا واحد السونطراج، نديروا واحد لاكس، تلقى ما تيأكسيش. نعم. ما تيبقاش اكس ديال الزجاج. لا هذا غادي يخلق لنا مشكل. المتضرر الوحيد هو الكليان، هو الزبون. طبعا كيجي الزبون يجيب لك واحد لوردونونس مع عند الطبيب، او لا عنده واحد يعني كيشوف راسو بانه ما بقاش كيشوف مزيان. اشنو هي المراحل اللي كتبعوا معها سيدي محمد ملي كيدخل عندكم الزبون المحل حتى تيخرج بالنظاره؟ هناك مراحل
يقوم بها النظارات عند دخول الزبون، حيت الزبون فاش عندما ياتي للمحل هناك اشكال وانواع من الزبائن. كاين زبون بيجي بيقول لك عطيني شي زيف بغا يزيف. كاين الزبون بيقول لك يزير لي قد اليوم ضاده تكون معوجين. كاين الزبون اللي كيجيب اوردونونس. فاش كيجيب اوردونونس كيجي من عند الطبيب. انا الزمان كنقرا ليه الاوردونونس ديالو اول حاجه شوف شنو كاين فيها تنشرحها ليه. حنا دي زوبتيسيان متخرجين من جامعه القضيه. حنا قرانا طبيب العيون، قرانا حتى ديال مشاكل العيون، امراض العيون وادويه اللي تحتاجها العيون. يعني عندنا واحد الخبره في الادويه العيون، مثلا جفاف العين، مثلا كنعرفوا سميات القطر ديال طونسيون، كنعرفوا سميات في الطرافاطال موجودين بزاف، بحال لاصاج خاص لك كريمال ديال نشوفيات العين كاينه بزاف، حاليا في مراكش بزاف لاصاج خاص لك. وكاين اللي عنده الظفار، كاين اللي عنده الجلاله. حنا كنديبيستيو وكنكتشفوا بلي الجلاله راه كاينه في العين انطلاقا من الخبره اللي علمنا الاطباء. كاين انا في الحالات المريض فاش تيجي مع الاوردونس نقراو عليه تنقول له شنو عندك، واش القرب بعد قرب وبعد، واش بيجمع قرب في قدر واحد ولا البعد وحده والقرب وحده ولا يشوف مشتت. ديك الساعه كندوزو للمرحله الثانيه. فاش كنشرح ليه شنو كاين كندوزو للمرحله الثانيه. كنختار ليه الاطار على حسب لا مورفولوجي ديال الوجه ديالو، اختار ليه الكادر، وعلى حسب ثاني حتى المقاييس اللي في الوصفه الطبيه. يعني واش اذا كان عنده القرب كنختار ليه كادر صغير، كان عنده البعد كنختار ليه كادر كبير، الا كان عنده قربوات كنختار ليه كادر كبير، وعلى حسب ثاني رقم القياس اللي عنده قياس كبير اللي ناقص شي بزاف كنختار ليه كادر صغير باش ما تجيش الدجاجه غليظه. نعم. ديك الساعه تنجي ثاني المرحله نختار الاطار. تنجي ثاني المرحله الاخرى تاع الزجاج. نعم. كنشوف ليه الدجاج اللي بغى، واش بغى دجاج غير حمايه، بغى دجاج بروغريسيف يجمعهم، على حسب بغى دجاج تيتسمى ليله نهار جريمي. نعم. اذا هناك واحد المجموعه ديال المراحل ماشي غير اش يقول له يعني فين كتجلى الخطوره ديال هذوك الاشخاص اللي ما مؤهلينش لهذه المهنه على صحه ديال المواطن. هو يقدر دوك الاشخاص يقدر اشنو هما المشاكل اللي ممكن صادفتكم هم جاو عندكم سيدي محمد وكانوا سبب ديال هذوك الناس اللي ما قاريينش ما فاهمينش في هذا المجال وداخلين ليها كيما كنقولوا سنطيحه، وعطاوهم شي دواء ماشي هو هذاك ولا شي نظاره ماشي هي هذيك وخرجت ليه العين ديالو. عطينا بعض النماذج. مثلا تفاقم البصر. نعم. الشوف زاد نقص ليه. ما كانش عنده الحده كانت مثلا هي درجه تقدر تكون 3 درجات 4 درجات الا كنتي عاطيه واحد القياس كثير عليه. لكن غادي تخرج ليه ادخل يعني غادي وداك الشيء الا كان كيتفاقم كيزيد داك الشيء معركه وراه كيزيد هذا وتا الشكل العين يقدر يتغير ليه. الا عطيتيه قياس ماشي ديالو يتغير ليه شكل العين ديالو، تغير ليه شكل العين ديالو راه غتغير ليه التركيبه ديال العين. يعني تقدر تغير ليه الشكل ديال الشبكه، تقدر تقطع، تقدر تنشف ليه من الماء، تقدر توقع له مشكل في القرنيه. ايوا يقدر اي حاجه تقدر توقع له، اي حاجه توقع له. ولا وقع له تقدر ثاني مرض ثاني في النفسيه ديالو. انت غادي تشوف تيمشي من النفسيه ديالو كتمرض ليه. تيقول لك مال هذا الشوف ما مرتاحش. نعم. هناك كاينين بعض الناس اللي كيركبوا ديك القرنيه، وهذيك تعتبر خطيره من اخطر الاشياء. العدسه كتركب العدسه. فين كتجلى الخطوره ديال العدسه الا ما كانتش محطوطه بالقواعد ديالها وبالقانون ديالها. هذيك العدسه هو علم متخصص به الطبيب والنظاراتي. كاينين جوج انواع تاع العدسات، كاين عدسه صلبه وعدسه لينه. العدسه الصلبه من اختصاص الطبيب، يعني ديك العدسه الصلبه تصح ليا واحد التغيير ولا واحد التشوه اللي تيكون في القرنيه. اللي عنده مشكل في القرنيه تسمى داك لا ديال الكيراتوكون. التشوه في القرنيه كيحتاج واحد لا لونتي ريجيد. هذيك لونتي ريجيد كتاخذ ديال لا فورم تاع ديك القرنيه باش القرنيه تعوج بعد يمكن لي نشوف مزيان. هذاك لي لونتي ريجيد اختصاصي ديال الطبيب.
كاينين ولكن قليل من النظارات التي يختصوا في هذا العلم تاع لونتيغيجي. كاينين هما قلال. لونتي سوبل يمكن لوبتيسيان يتخصص فيها، هو تخصص نتاع لونتي سوبل. اللونتي سوبل هذا تكون سامبل عاديه، هي خاصك تكون تعرف تحسب القياس تاع الزجاج. الا عرفتي تعرف القياس تاع الزجاج غادي تجبدي القياس نتاع اللونتي بشكل عادي. نعم. واش هناك حديث يعني كلام كيدور وسط المهنيين ديالكم بان دوك الناس اللي كيبيعوا الشواهد وتيبيعوا شواهد اللي هي ماشي معترف بها، كيفاش كيأثر على الصورة ديال المهنة هذا الجانب هذا؟ الناس هو النقابة المهنية المبصرين حاربت هذوك المدارس اللي كيبيعوا الشواهد ودارت مجهود كبير، وتنشكر النقابة المهنية على المجهود ديالها في هذا المجال هذا. وباقي كتحاربهم لحد الساعه؟ لحد الان باقي تحاربهم. شنو هي بحال نماذج؟ داروا وقفه احتجاجيه قدام وزاره الصحه، جمعوا المبصريين تقريبا ديال المغرب، وخصوصا النقابات ديال كل نقابات تاع المغرب تجمعوا قدام وزاره الصحه وداروا مظاهره ووقفوا قدام وزاره الصحه، وفعلا تضبطت واحد الحاله ديال بيع الشواهد بلا ما نذكر المدينه في المغرب. نعم. وفعلا تشد هذاك المدير ديال ديك المدرسه نعم. دابا حنا هنا كنقولوا مواطن بغى يمشي يصحح النظر، وكنشوفوا العين هي كلشي. هي كلشي. اشنو هي اول حاجه خاصو ينتبه ليها الى دخل المحل؟ يشوف بعد اولا واش معلق الرخصه، واش كاينه كتكون طبعا واحد الرخصه معلقه. ضروري يسول على هذاك واش فعلا ولد الدومين وقارئ على هذاك الدومين، ولا شيء. النصيحه اللي ممكن تنصح المواطن اذا كان بيتجه مباشره عند واحد المبصري. هو حاليا الزبناء ماشي هما ولاو عارفين كل شيء، الا تمشي لواحد الزبون الا وسامع عليه تيقول لك سير عند فلان راه تيقاد الدجاج مزيان، تيساعد مزيان، تيتعامل مزيان. يقدر يجي الزبون بعينيه مغمضين عند واحد الشخص بلا ما يجي يسول على الرخصه، واش طرف تقاد، واش غادي تصاوب ليها مزيان، هو اصلا عنده واحد المعلومه عليه. اما اذا الزبون دخل المحل ولقى بان ليه الاطارات لا حتى المحل كتلقى مثلا، لا حتى تلقى مثلا صاحب المحل كيدير واحد الرخصه، كيعلق الرخصه. هادشي يعني طبعا السمعه ديال بعدا داك صاحب المحل راه سابقه كما كنقولوا، كتكون سابقه. كلشي الناس كيعيطوا تيسولوا عليه، كيسقسيو عليه لانه كيدير واحد الخدمه معقوله، وحتى التجربه ديالو حتى التكوين ديالو حتى هو تيزيد يرفع من الثقه ديال المواطنين فيه. وهذا شيء جميل. هذا هو اللي بغينا حنا نشوفوا محلات ماشي غير في المجال ديال البصريات، فمجالات اخرى. اي واحد الله يسهل على الجميع. هناك واحد التنافس، ولكن الانسان الا بغى يمشي يقصد واحد المحل معين يمشي عند واحد اللي معروف، واحد اللي عنده واحد التجربه، واحد اللي عنده واحد راكم، واحد التجربه، وعنده خصوصا هادشي اللي كيتعلق يعني بالعين. وكنعرفوا الدور ديال العين دور اساسي، يعني هي باش كتسير حياتك العاديه. كتقرا خاصك تشوف مزيان، كتسوق خاصك تشوف مزيان. اذا ضروري بحال هذه المجالات ينتبه لها المواطنين ويمشي مباشره للمحلات اللي معترف بها. واحد الاضافه نزيد المعلومات ديالك، هو المحلات المبصرين اغلب المحلات ما كنلقاوش فيهم المبصرين. كنلقاو غير شي اما تكنيسيان اما فوندوز ولا فوندو حاطو تما. اذا كان المبصري كيجلس المحل ديالو بحال المبصري خصو يجلس المحل ديالو. ماشي بحال الفارماسي بغيت تنبيعو السميه نعطيك هذا الثمن مكتوب. المبصري لا، المبصري خصو يجلس المحل باش يقعد مع الاسماء، باش يراقب، باش نعطي انا تكنيسيان. يقدر يجي عند زبون
زبون خصني انا نقدم له واحد الخدمه ولكن خاص يكون بمبصري. نعم. ما يمكنش التكنيسيان غاتيق ديالي ولا المهندس. نعم. خصو يجلس نعم. المحل ديالو الا بغى المحل ديالو يكون مزيان. نعم. وحنا في اخر المطاف من خلال هذا النقاش ديالنا في هذه الحلقه الغرض ديالنا ماشي اثاره الموضوع من اجل الاثاره ديالو، ولكن هنا لتحسيس وتوعيه واحد العدد من المواطنين بخطوره ديال بعض المحلات اللي واضعين شواهد وتيقول لك انا راه عندي شهاده في هذا المجال هو راه ما عندوش شهاده هذا وكيلعب في هذه المهنه كيبغى، وبالتالي يسيء للمهنه ويسيء للمواطن وصحه المواطن. ما اكثرهم الناس اللي كتلقى كاين اللي كتلقاه معلق الدبلوم، كاين اللي ما معلقش الدبلوم. كاين بعض الناس وكاين كثار في الدار البيضاء تيكون عنده محل النظارات تجيب ليه لوردونونس تمشي هو يصاوب لك عند واحد اخر. يعني انا بغيت نصاوب النظاره، علاش انا بغيت نمشي نعطي لواحد كاع ماشي هو التسعير تيبيع لك وضع وانا نمشي نعطي انا لوردونونس ديالي نمشي نصاوب ليه عند واحد اخر. لا هذا راه خطا تيديروا الزبون. لا نمشي انا عند اوبتيسيان تنعرفو ونهضر معاه لان جايب لي اغلى ما عندي وما عينيا اغلى ما نعطيهم ليه ونمشي نعطي عينيه باش نولي تنشوف مزيان تقاد لي الدماغ ديالي مرتاح، ماشي نمشي نجيب انا الدونوس نعطيها على واحد تيبيع كوادر يمشي يصاوب لي عند واحد اخرى. ما عرفتش هذاك اش من النوع ديال الدجاج اللي دار ليا، ما ظهر الجوده ديال الدجاج. الثمن ما عرفتش الثمن، انا دخل واحد الوسط بيناتنا ما عرفتش الثمن شنو دار ليا. يعني حتى الزبون تيرجع المشكل لراسو. نعم اكيد سيدي محمد. دائما نواصل حلقتنا لهذا اليوم من خلال برنامج منبر مفتوح. سيادنا المستمعين دائما نناقش البصريات في المغرب، مهنة صحية أم فوضى تهدد عيون المغاربة. أكيد سيادنا المستمعين اللحظة نتوقف لفاصل قصير ثم نعود. منبر مفتوح. منبر مفتوح، مساحة للرأي والحوار. قدر تكلم، عبر، ناقش، نفتحوا جميع الأبواب أمام كل الأصوات. منبر مفتوح، الكلمة الحرة كتصنع الفرق. تابعوا مع حنين بوخاري منبر مفتوح كل يوم سبت ابتداء من الساعة 5 مساء على شبكة راديو بلوس. أكيد سيدنا المستمعين نعود نرجع لكم دائما وبرنامجكم منبر مفتوح. دائما نناقش وضعيات المبصري بالمغرب طبعا والتحديات والإشكاليات اللي كتعيشها هذا المهنة. طبعا يطيب لي أن يحضر معي في البلاطو سيدي محمد عليا، مبصري بمنطقة المحاميد، حاصل على الإجازة المهنية في شعبة البصريات ومبحث العلل العينية مسلمة من طرف كلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش. سيدي محمد دائما نواصل الحديث بخصوص هذا المهنة الشريفة، هذا المهنة اللي هناك يعني ناس اللي عندهم واحد التجربة وعندهم واحد التكوين أكاديمي كبير، ولكن سمحهم الله كاين واحد البعض الآخر اللي ربما يسيء لهذا المهنة. ذكرتي لي في الكواليس صبحات هذه المهنة من لا مهنة له. كيفاش كيأثر هذه الاختلالات اللي سمعنا قبل في الجزء الأول على المهنيين اللي ملتزمين بالقانون؟ بالنسبه للمبصري اللي تيكون منظم تكون عنده واحد شركه يعني تخلص ضرائب، تكون عنده خدامه تخلص كرا، عنده واحد لي شارج. العكس اللي تيكون ما عنده لا الشركه، ما تخلص لا باتونت، ما تخلص لا تيفيا، لا ليدونتيفيكاسيون فيسكال، لا ارسي لا والو. تيشد الكادر تيشد لوردون تيمشي تيكاد في بلاصه اخرى. يعني هذاك كلشي يربح عنده، ما عنده حتى لي شارج، ولكن لوبتيسين عنده لي شارج. يعني هذا كيمس بالنظارات
نعم. تأثر على النظارات. يعني الا بقينا في هذه الحاله هذه راه اغلب النظارات غادي يسدوا. نعم، هادشي اللي بغيت نقول لك، واش ما كتشوفش بان بعض المهنيين في المجال ديال البصريات مهددون بالافلاس بسبب هذه المنافسه غير الشريفه؟ بطبيعه الحال حنا ما كاينش واحد كتسمع بان كانوا صحابك اللي عندهم تجربه وعندهم تكوين اكاديمي سدوا. كنعرف انا ناس سدوا، بدلوا الحرفه، حلو سدوا حين جاو في واحد البلاصه اللي عندهم واحد المنافسه غير مشروعه، وهذاك تيصابوا النظارات تطيح من النظارات دوك رخاص. دابا المشكله عاوتاني حتى في الزبون تيمشي تيقلب على الحاجه الرخيصه. ما بغا دابا لوتيسيان عنده لي شارج ضروري غادي يزيد واحد البركه ضروري، ولكن هذاك اللي ما عنده لا لي شارج لا والو ولا تمشي قد بلاصه اخرى عنده كلشي يربح. يعني لوتيسيان معرض للافلاس. خص تكون واحد المراقبه. نعم، ما عندناش حنا في المغرب مراقبه. علاش انا واحد السيد ما كاين شحال ما عندوش ديبلوم محال. كاين الله الا عندهم ديبلوم يزاولون هاد المناهج بلا ديبلوم. يعني ما عندناش واحد المراقبه، ما كايناش مراقبات لما يصاب. سي محمد، انا كاوبتيسيان ما عمري عندي شي واحد قال لي بنشوف لك من النهار علقت الرخصه، ما عمر شي واحد قلبها. نعم. ما عمر شي واحد جا عندي، ما عمر شي واحد جا قلب لي شنو تندير. لا، بينا واحد اللجنه. ترى هاد الشيء كتحمل المسؤوليه ديالها، كتحمل وزاره الصحه. وزاره الصحه خصها تراقب، لان هادشي كاين صحه المواطن. وزاره الصحه دير واحد اللجنه والدور على وغادي تلقى بزاف الاختلاف. ندخل انا عند اوبتيسيان نقول له عطيني لوطوريزاسيون، غالبا شحال ما تلقى عنده. كاين دابا اللي دافع لوطوريزاسيون، دافع لوطوريزاسيون وحال دافع لوطوريزاسيون تخرج ليه وحال ما خصش نحل تدخل ديال لوطوريزاسيون. نعم. هنا بصراحه سيدي محمد، بصراحه من المسؤول اليوم عن هذا الوضع؟ واش المهنيين ولا مؤسسات ديال التكوين ولا شكون اللي مسؤول على هذه العشوائيه ديال في هذا المجال؟ وزارة الصحة إلا ما دارش مراقبة مباشرة. وزارة الصحة ما دارش خدمتها. وحتى حتى المهنيين نتوما كمهنيين حتى نتوما راه جزء خاصكم تنظروا على النقابة عندنا. دابا هو النقابة على ما طلع هذا تتكافح، تدير مجهود، تضحي، ولكن انتم محتاجين دابا لجان مراقبة يدور على المحلات بشكل عام. محل قلبوا بالرخص، قلبوا على داك الزجاج منين كيجي، قلبوا على الاختصاصيين. نعم، كلهم اختصاصيين، اطباء اللي هما اختصاصيين ويراقبوا. نعم. ما عمرك تناقلت بين المهنيين وبعض الحالات المستعصيه اللي وقعت للمواطنين؟ شي حاجه اللي هي صعيبه وقعت للمواطنين، يا اما تبصر في العين ديالو او لا وقعت ليه شي حاجه هكذا وتناقلتوها ما بينكم انتم كمهنيين، الا كتذكر بعض الحوادث اللي وقعت؟ هو بالنسبه للوبتيسيان ما عمرني سمعت على شي حادث وقعت للوبتيسيان. مثلا نقدر نقول لك الزياده في الثمن اما شي مرض شي عاهه ما عمرها وقعت للوبتيسيان. لا لوبتيسيان ما عمرها وقعت له. نعم. اذا الحمد لله انها المشكل اللي يقدر يوقع مع لوبتيسيان والزبون هو الثمن، اما زاد في الثمن ولا الجوده. ما عطاش الجوده ديال الزجاج ولا الجوده ديال الاطار ولا جوده العدسات، هي الجوده. اما المرض ما بقاش. نعم. اغلبيه ديال هذه المواد الاوليه باش كتخدموها سيدي محمد، الزاج، الاطار، منين كتجيبوه؟ هناك شركات متعدده كاينه في المغرب، وكاين تجمع على برا. كاين شركات معروفه المنتوج ديال النظارات بحال سائر المنتوجات. كاين اللي تيجي من طليان، كاين اللي تيجي من تركيا، كاين اللي تيجي من الصين. عندنا مختلف انواع الشركات في المغرب. نعم. كذلك الزجاج، كاين زجاج صحي 100%، كاين زجاج ديال الالمان، كاين زجاج اسبانيا، كاين ديال فرنسا، كاين ديال الشينوا.
نعم. نعم. إذا بالإضافة لهذا الشيء يعني وكاين واحد العدد من المهنيين اللي عندهم واحد الروح ديال المواطنة، كيديروا حملات توعوية، حملات تحسيسية، في بعض الأحيان كديروا حملات ديال تصحيح النظر وسميتو فابور بمعية الجمعيات ديال المجتمع المدني. نعم. تكلم لي على هذا الجانب هذا. نعم. الجانب تقوم به النقابة تاع المبصرين وكذلك بعض الجمعيات. درتوا شي حملات؟ شاركتوا في شي حملات؟ عدة حملات نقول لك أنا دابا بتكون أكثر من 60 حملة درت أنا، ولكن حملات كلها مجانية فيها تصحيح البصر، فيها تصحيح البصر، وتكون حملة كاملة باغي حملة يحضر فيها الطبيب، وحملة فيها المبصرين، وفيها النظارات مجانا، ما فيهاش ياك تبارك الله مجانا. وخصوصا تستهدفوا ديك الفئة الهشة نمشيو للطواوير، خصوصا الوقيته ديال الزلزال الحوز، مشينا كل احد نمشيو نعبروا الناس، ندوز اليوم نقد لهم النظارات مجانا. نعم. إذا أكيد يعني دائما ذاك الجانب الإنساني في أي مجال خاصه يكون سيدي محمد. في ختام هذه الحلقة طبعا هناك العديد من النقاط بغينا نناقشوها معك سيدي محمد، ولكن البرنامج ما كيسعفش أننا نناقش واحد العدد من النقاط والإشكاليات اللي كيتخبط فيها هذا المجال هذا. شنو هي أبرز الإصلاحات اللي كتشوفوها ضرورية سيدي محمد باش نحاولوا ننقدوا هذه المهنة هذه، باش هذه المهنة تنقد؟ باش ان شاء الله هذه المهنة باش تنقد خاص واحد تكوين مستمر، ويكون تكوين عالي، وتكون مثلا الاشخاص اللي بيدخلوا الطلبه ولا التلاميذ اللي بيدخلوا يقراوا هذه المهنه هذه خاص يكونوا واحد الطلبه علميين حاصلين على نقاط عاليه، لان هذا المجال صحي ماشي مجال صحي، يعني خاصك بحال الطب. الطب الا ما عندك مونسيو ما تدخلش للطب. كذلك هذا البصريات خاصك يكون عندك مونسيو عادي تدخل، ويكون تكوين ذو كفاءه عاليه، والمؤثرين يكونوا يعني يكونوا مكونين تما يكونوا مكونين ممتازين، وتكون الصرامه في التكوين. يعني المدارس والمعاهد خاصها تكون الصرامه، يعني خاصنا نخرج انا مثلا واحد العام، كل عام انا بغيت نخرج مثلا واحد 40 ولا 60 مبتسم، خاصهم يخرجوا عن جدارة واستحقاق، ماشي نخرجوا انايا خاوي نعطيه الدبلوم يعطيني فلوس. لا، خاص يكون تكوين مستمر ذو جوده عاليه. هذا باش الا بغينا نزيدوا بالمهنه لقدام. اذا في الختام شنو بغيتي توصل الرساله ديالك سيدي محمد، انت باعتبارك كمهني وك يعني مزاول لهذا المهنه ديال البصريات بالمغرب، شنو هي اهم رساله ممكن نوجهها اليوم لمن يهم الامر، للمواطن وللمسؤولين يعني خصوصا اللي مهتمين بالمجال ديال البصريات بالمغرب؟ انا نوصل هذه الرساله للنظاراتيين، ونوصل هذه الرساله للمواطنين. النظاراتيين يجلس في المحل ديالو، يشد الكرسي الا بغى يستمر في المحل ديالو، وتكون عنده القناعه والجوده والثمن المصاري، وعدم الزياده في الفواتير، ما يزيدش على الناس. لا، الفواتير ديال التغطيه الصحيه. حنا كاين بعض النظارات كيزيدوا في الفواتير تاع التغطيه الصحيه، ما خصهمش يزيدوا فيها. كاين واحد القانون تيمنع الزياده في الفواتير. مثلا كدير نظاره مثلا 1800 ولا 1900 وكتعمر في الفاتوره 4000 درهم 5000 درهم، لا تدخل في الربا. ولا كدير نضرب 6000 درهم ولا 7000 درهم وكدير 10000 درهم في لاميتيال، هذا تدخل في الربا. باش تصوت من النظر باش تعمر تكون معقول. هذوك النظارات تكون فيهم البركه، ماشي الشيء اللي ما عمرتيش الا باش تصاوب النظاره باش عمرتي ليه ما عمر غادي يجي هذاك، غادي يجي دوك النظر مزيانين. الشيء اللي عمرتي الا دار النظاره ب 6000 درهم عمرتي ليه 12000 درهم
راه واحد الشهر 2 شهر يجي هذوك النظر مجروحين. ما فيهاش البركه. ما فيهاش البركه. كنوجه ثاني واحد الرساله للزبناء. خصنا نحترموا المبصري. المبصري حتى تلاقي صاف ديال النظارات نعطيه الوقت، ما نسرعوش. الا سرعت المبصري ما غاديش يدير لي الجوده اللي بغيت، وغادي يولي يتهنى مني. نعطيه الوقت باش يقاد لي المسائل ديالي في الوقيته. اذا نتمنوا يعني هذا المجال هذا يعني كي تنقولوا يعرف واحد المسار اللي هو متميز، وهي يعني كفى من العشوائيه. يعني الناس المهنيين يناضلوا على الحرفه ديالهم وعلى المهنه ديالهم، لانها في اول المطاف وفي اخر المطاف راه كتهم صحه المواطن. فالواحد اللي كيجي كيعطيك الثقه، كيعطيك عينه باش تداويها ليه، فعطاك واحد الكنز. وبالتالي هنا ضروري استحضار ذاك الوازع يعني الديني اولا من الدرجه الاولى، وحتى ذاك الوازع ديال الثقه اللي كتربطك ما بين المواطن تكون في محلها، ويبقى يعني تتبقى ديك المهنه عندها واحد القيمه وعندها واحد الوزن. بارك الله عليك سيدي محمد عليا، نتمنوا لك مزيد من التألق في المجال ديالك، ونتمنوا لكل اللي كيشتغلوا في هذا المجال، وحتى اللي كيفكر انه يشتغل في هذا المجال يطور في القدرات ديالو. تبارك الله دابا كما ذكرتي لي كاينه كليه العلوم السملاليه، كاين فيها واحد البرونش خاص بهذا المجال، فيه اللي ممكن تاخذ فيه دبلوم ديال اجازه مهنيه اللي بها تخول لك دير محل ديالك، وكما درتي نيت نتايا كسيدي محمد. وهي فرصه كذلك كتعطيك واحد الافاق اخرى تفتح محلات ديالك وتخدم اليز بلا كما تنقولوا بلا غش بلا خداع ولا نعم. اذا سيدي محمد كنشكرك جزيل الشكر على تلبيتك للدعوه والحضور في برنامج منبر مفتوح. نتلاقاو بك ان شاء الله في حلقه اخرى، ونتلاقاو بك في شي لقاء اخر ان شاء الله. شكرا سي حنين، جزاك الله خيرا. تبارك الله عليك. سيدنا المستمعين، نلتقي في حلقه اخرى وبرنامجكم منبر مفتوح. في امان الله. منبر مفتوح. منبر مفتوح، مساحة للرأي والحوار. قدر تكلم، عبر، ناقش، نفتحوا جميع الأبواب أمام كل الأصوات. منبر مفتوح، الكلمة الحرة كتصنع الفرق. تابعوا مع حنين بوخاري منبر مفتوح كل يوم سبت ابتداء من الساعة 5 مساء على شبكة راديو بلوس.